السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قناتنا قناة يوميات محمد جمال، وقناتنا التانية قناة محمد جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الرجولة والجدعنة. هنتكلم النهاردة عن الرجولة والجدعنة. ولما تتكلم عن الرجولة والجدعنة بالنسبة لبرنامج التيك توك، يبقى أنت بتتكلم عن أحمد الشاب. أحمد الشاب اللي صان عرض كروان مشاكل بانه يلبسها ويغطي شعرها في اللايف. حاجة كبيرة، حاجة كبيرة من شخص جدع، من شخص جدع، من شخص بيصون العيش والملح، من شخص بيصون العشرة. ان مراته تطلع معاه في لايف ويرفض ان هو يلعب معاها الجولة، يبقى الشخص ده جدع. تقوم لعبة معاه الجولة التانية وهي لابسة الحجاب او لابسة الطرحة، يبقى انت بتتكلم عن اصدقائه على التيك توك. ولو بتتكلم يبقى انت بتتكلم عن كروان مشاكل وياسمين مراته اللي طلعت قبل كده معاه في لايف ومرضيش يكمل معاها بسبب شعرها اللي باين، ورفض انه يكمل معاها اللايف بتاعه او الجولة اللي بيلعبوا مع بعضهم فيها. ظهر النهاردة معاها وهي لابسة الحجاب وهي لابسة اشرب ومغطية شعرها. لك ان تتخيل تيك توكر بيطلع مع مرات صاحبه بيلعبوا جولة على التيك توك، رفض ان هو يلعب معاها عشان خاطر شعرها باين. مين دلوقتي بيعمل كده؟ عاوز حد يجاوب لي بقى السؤال ده؟ جاوبنا عن السؤال ده. مين دلوقتي بيعمل في وقتنا اللي احنا فيه ده الكلام اللي عمله احمد الشاب مع مرات صاحبه على التيك توك، على البرنامج اللي احنا بنقول عليه هايف؟ قول لي بقى. طلعوا مع بعض لعبوا جولة وطلع معاه لابسه حجاب او لابسه اشرب ومغطيه شعرها. مين بيعمل كده؟ هل صاحبه اللي قاعد في السجن ده شايفه؟ لا مش شايفه، لا مش شايفه، بس رب العالمين هو اللي شايفه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شايفه. ان يعمل حركه زي دي تتحسب له. احنا بنتكلمش عن الكلام ده، ده ما بقاش ترند دلوقتي، ترندات اللي انتوا عارفينها الايام دي. انما لما حد بيتكلم عن لقطه زي دي، لا، مفيش دلوقتي حد بيتكلم عن اللقطات دي ابدا. كله بيكبر دماغه، كله بيكبر دماغه. لما تكون عيله زي دي طالعه لسه بتقول يا هادي على التيك توك، متعرفش حاجه اسمها جوله، متعرفش حاجه اسمها جست، متعرفش الونات، متعرفش كبسه، متعرفش اي حاجه. هي طالعه يا عيني عشان خاطر عارفه ان في هدايا بتيجي، الهدايا دي عليها فلوس، عشان تصرف على نفسها وجوزها في السجن، وتصرف على جوزها اللي قاعد في السجن. زي ما شرهان قالت كده، قالت هي دي الست الاصيله اللي طالعه بتعمل كده عشان خاطر تصرف على نفسها وتصرف على على جوزها اللي في السجن. لان جوزها قال لك قال لك هو ده مصدر رزق الوحيد، البرنامج ده مصدر رزق الوحيد. اتفرجوا بقى على الفيديو ده وهي طالعه مع احمد الشاب تلعب جوله، تمام، ولابسه الاشرب او الطرحه او الحجاب على راسها، تمام، وشعرها مش باين، والراجل بيلعب معاها بكل ادب واحترام. حتى من كلامه مفيش كلمه خارجه، مفيش كلمه طالعه كده ولا كده، منقي كلامه على الفرازه اللي بيتكلموا مع مرات صاحبه. اتفرجوا على الفيديو وانت تعرفوا كل حاجه. اتفضلوا. مروان اول ما يروح يقول لي ده انا مراتي كسبتك يا ما ينفعش، ما انا عارفه مش هيسكت، فلازم نكسبوها لحد ما يروح. يا شاب انا عارف يا شاب، والله العظيم وحشني ورحمة ابويا، اقسم بالله. هو اخويا دمه ابو خفيف، العرب، الناس كلها بتحبه. وحشنا. لا لا، قلبه طيب وزي العسل وصريح.
حبيبي ابو عرب. صراحته دي صراحته دي اللي موديها في داهية. المفروض ما يبقاش صريح تاني، مش زماننا ده بتاع كده. هو اكيد فاهم وفاهم كده. هو بكره باذن الله. انا متابع مع محمود. والله مش عارفة. ده محمود قال لي بكره او بالكتير بعد. هو ده؟ سالته عنه امبارح قال لي كده في التليفون. لا انا ما حدش قال لي حاجة. قال لي بالكتير بعده وكده يعني. المهم ان هو مروح وخلاص. هي دي الصداقة، هي دي الصداقة والصحوبية الصح، هي دي الصداقة والصحوبية الصح اللي المفروض كلنا نعملها دلوقتي، او قريب او حتى غريب، لاننا كلنا ايه، اخوات في الله. هعرض لكم بقى فيديو تاني دلوقتي وهي بتلعب جولة مع كريم الدامي اللي هو صاحبه التاني برضه اسكندراني، ومعاهم بنتين من ضمنهم واحدة اسمها رهف، والتانية الله اعلى واعلم اسمها ايه ما اعرفش. تمام. وطلع معاهم ياسمين مراد كروان بتتكلم بقى عن حياتها مع كروان او الكام يوم اللي عاشتهم مع كروان قبل ما يخش السجن. هو كان بيعمل ايه وهي بتحب ايه؟ قالت لهم انا بحب المحشي. بتحب اكل ايه؟ قالت لهم انا بحب اكل المحشي. بنات مع بعض بقى، وهو الولد الوحيد اللي فيهم ديك البرابر. تمام. وبيسالوها كروان كان بيساعدك؟ اه ده كان بيساعدني، اه ده كان بيقوم يعمل الشاي، ده كان بيجيب الاكل من التلاجة والكلام ده كله، هو كده بيساعدها يعني. بس اتفرجوا بقى على الفيديو وانتوا هتفهموا كل حاجة. يلا بينا. على اللايف ايه رأيك؟ ايه رأيك في مكرونه المكرونة؟ ايه دي؟ ده كان عامل المكرونة الاقلام، ما كانتش اقلام، كانت مكسرة مفرومة. قولي لي ايه اكتر حاجه كروان بيعرف يعملها في البيت؟ اكتر حاجة. هو انت ودينا في داهية. هو اللي انا سمعت ده صح يا ياسمين ولا ايه؟ ايه ايه؟ اه بس في انت بقى لا دي لا مش هو. ايه يا جماعة؟ لا والله دي اختي الصغيرة. عامله ايه؟ عارفها اختك الصغيره دي، انا شفتها. كارما. كارما. انت بتضحكي على انت كمان؟ انت مالك بيها؟ ما تطلعي بره اقعدي عند ابوكي. اوعى تتحذري ولا حاجه سببها. ايه اكتر اكله بتحبيها يا ياسمين؟ بصراحة اكتر اكلة بحبها المحشي. ضربت 3 طواجن مع ورا بعض. طب ما قلتيش اكتر حاجه كروان بيعرف يعملها في البيت ايه؟ آه... باين على وشها يعني يا رب. ايه بيساعدني. وانت بتعملي حاجه عشان يساعدك؟ ما انت مش عارف. ايوه بيساعدني، الواد بيعمل كل حاجه. بيساعدني. هو شاطر، بيساعدني في الترويق وكده يعني. حلفي بالله. اه ده والله. كان كسل يا جدعان، ما بيقومش من مكانه، ممشي لا، وراه هو خمسه، ممكن يعمل ممشي وراه شاي. خمسه، ممشي وراه خمسه، كل واحد بيعمل له حاجه. ايوه ما انا بقول لك، بس لا هو في البيت يعني عامة انا اللي انا شفته هو مش كسول. يقوم يعمل شاي، يقوم يجيب حاجات من اكل من التلاجة ويجي كده يعني يساعدني في وانت مثلا قاعده يا ياسمين بمسك التليفون اعمل ايه يعني؟ قاعده بتشوف الله مسلسل يكون في عونك. برضه شوكولاته. لا يا بتفرج على ترى. التيك توك. الله يكون في عونك. لا يا ستي، لا يا ستي. زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو، قاعدين بيهزروا، طلع بشعرها عادي الكلام ده كله، لان بيقول لك اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على الناس. اكيد احمد الشاب اللي شفتوه في الفيديو الاولاني ده لما هيتجوز هيلاقي اللي هيعمل مع مراته كده، وهو نفسه هيبقى راجل في بيته. هو نفسه هيبقى راجل في بيته. اللي بيرضى على بنات الناس انها تطلع كده هيرضى على نفسه بكده. وبكده خلص معانا الفيديو. حبايبي اخواتي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم. متنسوش اللايك الجميل بتاعنا، تشتركوا في قناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من قنواتنا. يوميات محمد جمال، قناتنا التانية قناه محمد جمال.